طريقة جديدة ومختلفة ومبتكرة للدجاج بالبرتقال، تتبيلة تجنن ومختلفة تماما، وهتخلي الدجاج طعمه وريحة روعة، وأي خضار هتضيفوه هيتاكل من جماله، والدجاج هيطلع دايب ومستوي جدا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. طبعا أول حاجة هنحضرها هي التتبيلة. كوباية ونص من عصير البرتقال الفريش والمتصفي، نص كوباية من الزيت، معلقة كبيرة من الخل البلسمك والصويا صوص ودبس الرمان، وهرجع أضيف معلقتين كبار من عسل النحل. هضيف كمان معلقة كبيرة من بشر البرتقال ومعلقة كبيرة من بشر الليمون ومعلقة كبيرة من عصير الليمون. هضيف كمان التوابل الحلوة جدا والبسيطة اللي هكتبها لك، روزماري فريش ومعلقتين كبار من معجون الطماطم، واقلب التتبيلة كويس جدا. اجيب صينية واحط فيها كده شرايح من البرتقال الكمية اللي انتوا عاوزينها، بس انا كترت منه لان طعمه بيبقى حلو جدا. هضيف كمان جزر انا مقشراه، فصوص من الثوم، اعواد من الروزماري، واضيف كمان الدجاجة اللي انا غسلاها كويس جدا بالمحلول الملحي. احط كده التتبيله واعمل لها مساج حلو جدا من فوق ومن تحت ومن جوه. احط كده جوه الدجاجه شرايح من البرتقال والجزر، اقفل رجليها بالخيط الحراري وادبس كده الجوانح بالاعواد الخشبيه. هرجع اغطيها بورق الزبده والالمنيوم واسيبها في التتبيله ساعه او 2 زي ما انتوا عاوزين، وبعد كده هتدخل الفرن اول نص ساعه على اعلى درجه حراره، وبعد كده ههدي درجه الحراره لحد ما تستوي تماما، بس كل شويه بكشف عليها وادهنها كده بالصوص اللي بينزل منها وهسيبها لحد ما تستوي تماما. مش قادرة أوصف لكم الدجاجة اللحمة بتاعتها دايبة قد إيه وطعمها حلو قد إيه. قدموها مع الرز البسمتي. بألف هنا وشفا وباي باي.